ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى الشعريه باللبن او باللبن بالشعريه. طبعا قبل ما اقول نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونسمي الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده هنجيب حوالي 3 كوبايات من اللبن او 4 حسب افراد الاسره عندك. تمام. وهتجيب مع بعض نص كوبايه من السكر. انا بصراحه ما بحبش السكر كتير في الحلويات، السكر يكون خفيف كده حلو. تمام. وهنجيب مع بعض فانيليا. تمام، عشان كده تخلي فيه ريحه حلوه كده في الشعريه بتاعتنا في اللبن بتاعنا. هتجيبي طبعا حله. هتعملي حوالي معلقه من السمنه. تمام. طبعا وهتجيبي شعريه، بس تكون الشعريه تكون ناعمه شويه عامله زي الكنافه. تمام كده. وطبعا وتحمريها كويس تاخد لون، يعني لون احمر حلو كده لذيذ. زي ما انتم شايفين دلوقتي انا بفضل اقلب فيها. بصراحة الاكل دي مفيش حد بيشبع منها، يعني اكلة الحلوة دي مفيش حد بيشبع منها ابدا. يعني بصراحة اكلها حلو قوي وخفيفة كده، وعلى طول يعني حتى بتاكلها وهي ساخنة اصلا حلوة يعني. طبعا في ناس بتعملها في التلاجة، وفي بتحطها في التلاجة، وفي ناس بتاكلها ساخنة زي ما انت حابة. تمام. بس انا بصراحه حبيتها اخضر وهي سخنه، يعني حبيتها اخضر يعني وهي سخنه لسه لذيذه كده. طبعا الشعريه زي ما انتم شايفين دلوقتي اتحمرت شويه. هنسيبها كمان تتحمر. خلاص كده. هنضيف بقى اللبن، اللبن بتاعنا هنضيفه. طبعا زي ما أنا قلت لكم 3 كوبايات او 4، بس اهم حاجة يكون اللبن يكون كتير شوية. تمام. وتسيبي لبن، يعني سيبي لبن شوية بره علشان خاطر الشعرية ديت بتشفط اللبن كتير، بتاخد اللبن كتير. تمام. فانت اعملي حسابك لو حسيتي الشعرية يعني عدد جامدة شوية كده، حط لك لبن كمان. تمام. اديلها لبن مفيش اي مشكلة. طبعا زي ما انتم شايفين انا حسيت اللي هي الشعرية عدد كتيرة شوية وعدد جبسة، فانا ضفت شوية لبن كمان. تمام كده وقلبتها، يعني حوالي 10 دقايق بالكتير قوي، وتطفى عليها وتسيبها بقى ايه، السيبها هي اللي تستوي براحتها بقى، مش تستعجل عليها وتعلي عليها النار، لا. وتحطها طبعا في الكاسات بتاعتك او في الطبقه بتاعتك زي ما انت حابه. انا عملت في كاسات، في الكاسات الصغيره ديت، وعملت في الطبقه الصغنطوطه. طبعا زي ما انت حابه، وتزينيها بقى التزيين اللي انت حباه اللي انت عاوزاها. انا كان عندي المتاح عندي الزبيب. انا شكلت بالزبيب. طبعا لو عندك اي حاجه تانية ممكن تعملي بقى برضو، ما فيش اي مشكله. طبعا يعني حاجات بسيطة جدا، وحاجات مش مكلفة ولا نشا بقى ولا حاجات من ديت، وحاجة خفيفة على القلب كده. أتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبك. مع ألف سلامة.